بعد استهداف طاقم الحوار في مناسبات متعددة آخرها الاعتداء على الفريق الصحفي للقناة أثناء تغطية حريق المصداي وفريقنا بقفصة أثناء تغطيتهم لوقفة احتجاجية بنفطة، حان دور القناة ومعداتها. ففي الليلة الفاصلة بين السبت والأحد 26 و 27 ماي قام مخربون باقتحام مقر قناة الحوار التونسي بمنوبة، واستولوا على عدد من الحواسيب الخاصة بقسم التحرير ومعدات أخرى للتصوير والبث، كما عمدوا لتخريب ما تبقى من معدات. العملية في ظاهرها سرقة، وفي باطنها رسالة موجهة للقناة لإثنائها عن أداء رسالتها، إلا أن من بعثوا الرسالة أخطأوا الهدف. قناة الحوار التونسية عرفت قمع بن علي ولم تستسلم، وقد رحل بن علي وبقية القناة. وما على أعداء الحرية وأعداء الشعب الذين يريدون إثناءنا عن الدفاع عن كل مظلوم في هذا الوطن إلا أن يعيدوا قراءة التاريخ ليفقهوا أن هذه الممارسات أوقدت وستظل توقد فتيل إصرارنا وحماسنا، وسيظل سلاحنا مشهرا في وجه الظلم والقهر والطغيان.